أعلنت اليوم قناة النهار وقف برنامج الجمهورية الجديدة ومقدمته منى العمدة وإحالة فريق عمل البرنامج للتحقيق. جاء ذلك عقب موجة الجدل الواسعة اللي أحدثها مقطع فيديو للبرنامج ظهرت خلاله منى العمدة وهي تتحدث مع ضيف الفقرة بنبرة صوت غريبة. قالت القناة في بيان ليها إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة وقررت وقفه لحين إعادته للمسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي. وأكدت القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وفقا لما تقر أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي. منى العمدة انضمت لقناة النهار قبل نحو سنتين لتقديم البرنامج العقاري الجمهورية الجديدة، وهو برنامج مباع وبيناقش كل ما يتعلق بسوق العقارات والمدن الجديدة، وبيعرض البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 6 بالليل. قدمت منى العمدة 4 مواسم من البرنامج وهذا هو الموسم الخامس له، وكانت أعلنت من قبل أن البرنامج سيتم عرضه أيضا على إحدى القنوات العربية إلى جانب عرضه على قناة النهار. منى العمدة حاصلة على بكالوريوس صيدلة من جامعة 6 أكتوبر، كما حصلت على بكالوريوس في الإعلام أيضا، وهي من سكان مدينة الشيخ زايد. قدمت عدد من البرامج الاجتماعية والعقارية من قبل على أكثر من قناة من بينها الحدث اليوم والمحور.